صباح الخير أو مساء الخير على حسب وقت ما تشوفوني. النهاردة هنعمل كفتة في منتهى الجمال، قيمة غذائية عالية وفي نفس الوقت طعمها خطير. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. أول حاجة دي كانت كفتة ببرغل، أنا شايلاها في الفريزر، كانت معمولة جاهزة يعني بشوية برغل، كان حوالي ربع كيلو لحمة مفرومة مع كوباية من البرغل، وضربتهم في الكبة مع بعض بشوية بهارات وبصلاية متصفي المية منها. بعد كده بقى حسيت ان الكميه صغيره جدا وانا عايزه اضاعف الكميه دي، طلعتها من الفريزر وابتديت ان انا احط عليها شويه توابل. شويه توابل عباره عن ايه، جنزبيل والسبع بهارات، بشره جوز الطيب وشويه كزبره، وطبعا سنه بسيطه من الملح لانها كانت متحياه قبل كده. ضفت عليها ايه، ضفت عليها بصلايه، والله يا جماعه انا ما عصرتهاش، عايزين تعصروها مفيش مشاكل. وضفت عليها كل ده مبشور في المبشره العاديه، وضفت عليها بطاطسايه مبشوره وجزرايه مبشوره، كل حاجه حوالي مثلا البطاطسايه كانت وسط على كميه الربع كيلو اللي بالبرغل اللي انتوا شايفينها ديت. ولو عندك كوسه مفيش مشاكل برضو، كله هيبقى مبشور زي ما انتم شايفين كده بقى، وشويه شبت على بقدونس على كزبره. دي كانت خضره انا مفرزاها للمحشي، طلعت منها شويه مفيش مشاكل. لو عندك بقدونس بس او كزبره بس مفيش مشاكل. بعد كده بقى ابتديت ان انا اعجنها كويس. لو عندك كبه مفيش مشاكل. انا ما عملتهاش في الكبه يا جماعه، كنت مستعجله، انا فرمتها بايديا. يعني انا بالسباتشول انا عملتها كده قدامكم، لكن انا فرمتها جامد وبقيت ان انا اعجنها. يعني انا بمعنى اصح كده عجنتها كويس جدا بايديا. زي ما انتم شايفين كده بقى، طلعتها كده، بصوا النتيجه. بس سبتها حوالي ساعة علشان تتشرب الخضار ويطرى معانا. زي ما انتم شايفين كده بقى، هبتدي ان انا اصبحها، انا ما عملتش اي حاجة. وطبعا اللحمة اصلا كان فيها نسبة دهون، فعشان كده انا ما حطيتش اي حاجة. لو انت عايزة تحطي اي نسبة دهون تاني دلوقتي مفيش مشاكل، كده كده البطاطس والخضار بيتشربها. هبتدي بقى ان انا اصبحها، اجيب صينية وهدهنها حاجة بسيطة من السمنة، وهبتدي ان انا اكورها او اعمليها الشكل اللي يعجبك. انا كورتها ومليت الصينيه بالكور اللي انا هعملها قدامكم ديت. زي ما انتم شايفين كده. لو عندك كمان آم، بشره يعني نبشر فصين توم مفيش مشاكل. اعملي اللي انت بتحبيه. انا كنت حاطه كده كده توم مع البرغل في البدايه. لو عايزه برضو هريسه، لو عايزه شويه شطه مفيش مشاكل، اعملي اللي يعجبك، او قرن فلفل كده قطع صغيره برضو مفيش مشاكل. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اكورها. زي ما انتم شايفين كده، بصوا عملتها ازاي. اعملي برضو الشكل اللي يعجبك. انا عملتها كور كده وكانت بسيطة وسهلة، والخضار شكله كمان جميل فيها جدا يا جماعة. هبتدي ان انا اكورها بقى واحطها على نار هادية جدا. لو ما عندكيش فرن هتحطيها على نار هادية بسنة بسيطة من السمنة او الزيت، وتستوي وتقلبيها. لو عندك الفرن خلاص ما فيش مشاكل، هنحطها في الفرن. وبعد كده ممكن نحطها تحت الشواية لو حسيتي ان هي عايزة شوية يعني من السوا، او تاخد لون. انا بحب عامة اللحمة او الفراخ او الكفتة تبقى مستوية جدا، او اللحمه المفرومه. يعني دي عاده فيا، يعني في ناس بتحب كده نص سوا شويه، لا انا بحبها مستويه على الاخر. زي ما انتم شايفين كده بقى، هبتدي ان انا حطيتها على النار. بصوا بقى، يعني مش عارفه هتاخدوا بالكم ولا لا، ان السمنه بتبتدي ان هي تغلي على النار، على نار هاديه جدا. او لو عايزه بقى احطها في الفرن مفيش مشاكل. انا حطيتها على الاتنين بصراحه، يعني بحبها منسوعه شويه كده. بعد كده بقى حطيتها في الفرن زي ما انتم شايفين كده وتحت الشوايه. والله يا جماعة طعمها خطير. ان شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تعمل لايك وشير واشتراك في القناة، متنسوش تفعلوا الجرس. عملنا النهاردة احلى واطعم وكمان مش طعمة ولذيذة بس، لا اقتصادية جدا يا جماعة. يعني هي كانت في البداية أصلا بربع كيلو لحمة مفرومة، عملنا طاسة كبيرة أو صينية كبيرة تكفي كذا فرد، وإن شاء الله تعجبكم. شوية رشة بقدونس بقى من فوق كده، حاجة كده عظمة. اعذروني بقى ما كانش عندي حاجة صبحة كله فروزن، لان انا يعني في دور فوق جدا، ما اقدرش انزل واطلع كل شويه ان انا اجيب الحاجه تبقى لسه صبحه. زي ما انتم شايفين كده بقى، بصوا حاجه خطيره في منتهى الجمال. اعملي جنبها مكرونه، اعملي بطاطس محمره، اعملي اللي تعمليها. هفتحها معاكم دلوقتي وتشوفوا الشكل في منتهى الجمال. هتلاقوها
هتلاقوها بصوا مستويه من جوه زي ما انتم شايفين كده. انا ملسوعاها سنه عشان احط عليها فحمايه. بصوا بقى افتحها، بصوا طريه في منتهى الجمال. بصوا. وبرضو بنبهكوا لو عايزين تعصروا الخضار مفيش مشاكل، لكن انا بصراحة ما عصرتوش وخليته بميته كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى في منتهى الجمال. بصوا بقى من جوه خطيرة، طعمها كان هي. بصوا يا جماعة من غير بيكنج باودر ولا كربونات ولا اي حاجة. بصوا بقى طلعة طرية وفي منتهى الجمال وسهلة، وان شاء الله تعجبكم كل وصفاتي تعجبكم.